قضية محدش عرف يحلها أبدا. حصلت في سنة 1957 في شهر فبراير، لما لقوا جثة طفل ومضروب ووحيد في صندوق من الورق المقوى في فيلادلفيا. الطفل لما فحصوا الجثة لقوا ان عمره من 3 إلى 7 سنين، وما كانش فيه اي بلاغ عن اختفاء الطفل، فبالتالي معرفوش مين عيلته او حتى اسمه ايه، وسموا القضية الصبي في الصندوق او الولد اللي في الصندوق. حتى لما دفنوه كتبوا على قبره الطفل المجهول لأمريكا. وعلى الرغم من ان القضية دي حصلت زمان، الا انها لحد دلوقتي لغز محير في سجل شرطة امريكا. الحكاية بدأت لما يوم الاثنين 25 فبراير سنة 1957 لقوا طفل ميت ومحطوط في صندوق، وكان ملفوف بملاية قديمة ومش نظيفة، ومحشور جوه صندوق كبير من الورق المقوى في شارع في فيلادلفيا. والشارع ده كان معروف انه مليان بالاعشاب والزبالة موجودة في كل مكان في الطريق. ده غير ان المنطقة نفسها منطقة ريفية، فمحدش شك ابدا ان الصندوق ده فيه حاجة او حد حاول يفتحه اصلا. لحد ما في مرة كان في طالب خرج يتمشى شوية ولقى الصندوق وفتحه، واتصدم من اللي شافه وبلغ الشرطة فورا. الطفل كان شكله ضعيف وجسمه هزيل، وكأنه ما كانش بياكل كويس لشهور فاتت، وكان عنده كدمات في جسمه وشعره محلوق بطريقة عشوائية، وده طبعا الغرض منه ان محدش يعرف يتعرف عليه ابدا. وفي المكان نفسه معرفوش يلاقوا اي دليل تاني غير الصندوق والملاية وبس. لقوا حاجات تانية بس ما طلعتش ليها علاقة بالقضية. لما عملوا فحوصات للطفل لقوا ان سبب الوفاة انه مات بسبب صدمة شديدة، وده بسبب الكدمات اللي كانت مالية جسمه، بس ما كانش فيه اي كسور في عظمه. الشرطة ما بقتش عارفة تعمل ايه، لدرجة انهم جابوا الجثة ولبسوه لبس وقعدوه على كرسي وصوروه ونشروا الصور في الشوارع، يمكن حد يعرف يتعرف عليه او يقول اي معلومة عنه. والشرطة لقت ملصق على الصندوق اللي كان فيه الطفل، وفضلت تمشي ورا الخيط الجديد، وعرفت الشركة المصنعة للصندوق، وبدأت تعرف تسلسل الارقام بتاعة الصناديق وتشوف مين اللي اشترى الصندوق. فتوصلت ل3 اشخاص وحققت معاهم، لكن الغريب ان مفيش ولا واحد فيهم كان ليه علاقة بالقضية، غير ان الصناديق كانت لسه معاهم ما تخلصوش منها، وده يثبت ان مفيش حد فيهم ليه علاقة بالطفل. والشرطة معرفش توصل لحاجة. الشرطة شكت في عيلة مكونة من اب وام وبنتهم اللي كان عمرها 20 سنة، لانهم كانوا بيتبنوا اطفال كتير، وكمان العيلة عايشين على بعد 1.5 ميل من مكان ما لقوا الصندوق، وما عرفوش يثبتوا عليهم حاجة. سنة 1998 تم استخراج جثة الطفل علشان يعملوا اختبار حمض نووي عشان يعرفوا اي حاجة عن الطفل حتى لو اسمه، لكن ما عرفوش وقتها يوصلوا لأي حاجة. ولحد دلوقتي التحقيق لسه شغال في القضية، واللي عرفوا يتوصلوا ليه سنة 2022 انهم عرفوا اسم الطفل اخيرا. واكيد مادام عرفوا اسمه يبقى قربوا يعرفوا مين اللي قتله وايه اللي حصل له زمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.